السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه سارتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو بالصلاه والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد الكيكه بلا طحين. بقاو معايا شوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. عندي هنا 3 مغارف ديال يوغور طبيعي، 3 ديال المغارف ديال الزبده 3 مغارف. كل مغرفه راهي كتوزن 30 غرام، هنايا 90 غرام. 5 مغارف ديال السكر، بغيتو تزيدوا زيدوا. عندي هنا 3 ديال البيضات، مغروفه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى، خميره بيكين باودر. وعندي هنايا 2 كيسان ديال كيكس ديال بسكوي ديجستيف. نبداو على بركه الله. غادي نكب البيضات وغادي نطربو، ونبدا نزيد السكر على 3 المرات. شني غنطربو البيضات، غنطربوهم مزيان. دابا غادي نكب الزبده وغادي نطرب عاوتاني مزيان. غادي نعمل واحد القريصه ديال الملح وغادي نزيد يوغور. نطرب نزيد هذا البسكوي، غادي نكبو كامل وغادي نزيد عليه خميره وغادي نطرب. شوفوا واش تخلطات مزيان. عندي هاد المول هذا اللي فيه ديك نعمل هيدا. دابا نكب هاد الخليط اللي عندي. فران نسخنوه من قبل. عندي الفران مسخن على 160 درجه، مشعول من فوقي ومن تحت. غادي نخليوها بين نص ساعه 30 دقيقه حتى 35 دقيقه، ودائما كيبقى على حسب الفران ديالكم. المهم ردوا بالكم عليها. هيا الطيب ورجعنا عندكم. صافي خرجت كيكه من الفران، هاي هي. دابا غادي نعملها الطريقه ديال التقديم. سخونه. عندي هنايا واحد شويش ديال السيروم غادي نكبو عليها. حتى اذا كان السيرو هذا ما عندكم شي واجد، هذا عندي كاس ديال الماء، كاس ديال السكر، وكنخليهم يغليو وكنعصر فيهم واحد شويش ديال الليمون، مغروفه حسب ديال الليمون معصره. صافي. المهم انا هذا كنعدلو وكنخليه عندي. واش ما عدلت شي حاجه كنسقيها. المهم انا سقيتها بالسيروم، وانتم اذا ما كانش السيروم متوفر تقدروا تسقيوها بالحليب. المهم اي حاجه اللي سقيتوها بها تكون بارده، ما تكونش سخونه، حيتاش الكيكه سخونه. دابا غنخليها تبرد وغادي نعدل الكريمه. عندي هنايا الكريمه
عندي 250 مليلتر ديال الحليب المركز المحلى. المهم هذاك لاطا ما تعملوهاش كامله، نقصوا منها، هي كتكون فيها شي 370. المهم عملوا غير 250، عملوا اكثر من نص. وعندي هنا 3 مغارف ديال الجبن كريمي و3 مغارف ديال بودره ديال الكريم شانتي. نبداو على بركه الله. غادي نكب، اسمح لي، غنكب هاد كريم شانتي بودره ديالها، وغادي نطربها مزيان مع الحليب. عاد نكب الجبن. قلت لكم شي لافانيس، نعمل واحد شويه لافانيس. دابا غادي نكب الجبن. صافي. غير شنو، الحليب ضروري يكون عندكم بارد مزيان، وحتى الجبن يكون بارد. كيكه جدات. دابا نقلب عليها الكريمه. بسم الله. دابا نزوقها. عندي هنايا واحد شويش ديال البيستاش مهرمش، وعندي هنايا شويش ديال مربى ديال الفراوله ديال الفريسه. هذا من هادي شويش في الحاشيه. صافي. دابا غادي نعمل لها واحد شويش ديال المربى. دابا غادي نزيدها صافي. المربى ما بغيتش باش يبان مزيان. صافي. دابا نقطعها. غير شنو، الاحسن نخليوها في الثلاجه تبرد مزيان، عاد ديك الساعه قطعوها. انا ما خليتهاش تبرد، دغيا قطعتها. هي هذه الكيكه ديالنا باش كتجي وساهله، دغيا كتوجد دغيا. المهم اذا خليتوها في الثلاجه غتكون احسن. وبالنسبه للكونفيتور هذه اللي عملت لها مربى حتى هي كتجي مزيونه. انا غطيتها بالبيستاش. نتمنى الوصفه اليوم تعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اللي ماشي. مع السلامه.